دكتور ضياء ده ايه بجد يا دكتور ضياء ده؟ انت ايه بجد؟ الله اكبر عليك يا اخي، بجد الله اكبر عليك. اقسم بالله احنا خسرنا خساره، والله خسرنا حاجه ما هنعرف قيمتها دلوقتي. تعالى بقى احكي لك انا تجربتي الشخصيه اللي حصلت معايا، وقسما بالله العلي العظيم يمين اتحاسب عليه، كل حرف انا بقوله حصل. من 2020 من 6 سنين وانا فاقد لحستي الشم والتذوق مع الكورونا اللي توفى بها والدي. المناسبه كمان والدي كان طبيب بشري، طبيب استشاري اول، دكتور بطنه وقلب، فانا يعني عشرت الدكتور طول حياتي وعشرت الطب واخدت خبره كبيره جدا، بس كمان مفيش حد دخل قلبي من بعد والدي الله يرحمه بجد غير دكتور ضياء. انا اسف. تمام، توفى والدي وانا راحت مني الحستين تماما. بقيت بقى اروح لحد بقى، واحد يقول لي محتاج عمليه نشيل لك ايه، وواحد يقول لي ايه، وواحد تاني يقول لي اصل هو عصب قد كده، قد طيس النمله اللي مسؤول، لا مؤاخذه انا اسف يعني، اللي مسؤول عن الشم والاستطعام، فراح من عندك عشان الهيستوري بتاعك في الحساسيه وفي الجيوب الانفيه وفي الكلام ده كله. دكتور ضياء انا كنت بحبه جدا، بحب اتفرج عليه جدا، بحب كاريزمته، بحب اشوفه، بحب اسمع كلامه، بحبه قوي بجد. بص انا الاول بتقبل البني ادم بده وبعدين ادخله على ده، الاول بفلتر القلب دخل قلبي ببدا افكر في كلامه وفي كل حاجه بعقلي بقى واحللها. فانا كنت مقتنع بيه 80%. بعد خبر الوفاه ده انا 100%، وده كان اول يوم ليا اطبق فيه النظام بتاعه بعد وفاته. بص حكمه ربنا، بص حكمه ربنا. يعني انا كنت عايش بحب اتفرج عليه بس ما طبقتش حاجه. يا اخي توفى من هنا بقيت بص خلاص انا الطيبات، انا مع الطيبات، خلاص كلمه واحده انا مع الطيبات. الحاستين بداوا يرجعوا على فترات متقطعه، والله ما حصل من 6 سنين عشان الحلفان بس. كنت لما اعمل مجهود بدني عالي قوي 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 اقعد لمده 10 دقائق مثلا بشم او بستطعم، وبعدين يروح مني الموضوع تاني خلاص تماما. انا النهارده قلت لك حاسس بطعم ايه؟ الموزه. اكلت موزه مش مصدق انا حاسس بطعمها. فانا بص انا مش هبطل اترحم عليك يا دكتور ضياء لحد اخر يوم في عمري. ربنا يعني يجعل الناس كلها مش انا بس نترحم عليك، ويا رب كله يعرف قيمتك. انا مش عارف اقول ايه تاني، انا مش عارف اقول ايه، دي تجربتي الشخصيه معاه بقى. يا اخي خلينا ارجع اشم واستطعم يا اخي بعد عمليات وبعد حوارات بقى. انتوا بتقولوا ايه؟ ده بطل اقسم بالله بطل، رحمه الله عليه هو والدي. كمان انا الممنوعات دي اللي هي البيض بقى والفراخ دي كانت اساسيه عندي، اساسيه. بيض ايه وفراخ اللي امنعهم؟ امال اجيب بروتين؟ انا راجل بتمرن، راجل بلعب جيم طول حياتي، فانا اجيب بروتين لجسمي منين؟ طلع الموضوع ابسط من كده بكتير. بالعكس ده انت جسمك يا اخي ربنا خلقك باعظم جهاز على مر البشريه كلها، باجهزه جواك. انت جسمك بيصنع البروتين من رغيف عيش وانت مش دريان. في ناس اهي عايشه على عيش بس، اقسم بالله عايشين على تمر وميه وعيش وابسط الاحتياجات، وعايشين الحمد لله اصح مني ومنك. المعده بيت الداء والحمية راس الدواء. يعني بجد كل حاجه بتتعبك اصلها حاجه نازله في معدتك، واكتر حاجه بتصحك هي انك توقف تنزل حاجه معدتك. ده مش كلامي.